في بعض الأوقات الضعف ممكن يخليك تعمل حاجات ما كنتش تتخيل إنك هتعملها، وساعتها مش هيكون في طريق للرجوع. القصة اللي هحكيها النهاردة مش عادية، دي قصة واحد راح يدور على القوة في المكان الغلط ولسه بيدفع التمن لحد دلوقتي. زين كان عنده 16 سنة بس، صغير لكن كان عايش في جحيم يومي محدش يتخيله. في المدرسة أصحابه كانوا بيستضعفوه، كل يوم إهانة جديدة، كل يوم ذل. حتى المدرسين نفسهم كانوا شايفينه ضعيف، ما بيردش على حد، دايما ساكت. أي حد يندهله من أصحابه يندهوله بأشد الألفاظ: يا ضعيف، يا غبي، يا أهبل. كانت الجمل دي دايما بتلاحقه في كل مكان. حتى في بيته الحال ما كانش أحسن من كده. أبوه كان قاسي عليه دايما، وعلى طول يقوله: انت راجل ولا ايه؟ مفيش حد بيحترمك لأنك مش عارف تفرض نفسك. كل ليلة زين كان بينام وهو حاسس إن روحه بتطلع منه، لحد ما جه اليوم اللي اتغير فيه كل حاجة. في يوم زين كان ماشي في الشارع وسمع من الجيران عن دجال عجوز ساكن في الحي عندهم. بيقولوا عنه إنه بيعمل أعمال للناس بتحقق لأي حد اللي يتمناه. عايز تبقى قوي، عايز تبقى ذكي، أو عندك قدرات خارقة، أعمال بتخلي الواحد يتحول من ضعيف لقوي في ليلة واحدة. زين كان عارف إن ده حرام، وإن السحر من أكبر الكبائر، لكن الألم اللي جواه كان أقوى من كل حاجة. وصل لباب الراجل ده، كان باب خشب قديم مكتوب عليه رموز غريبة محدش يفهمها. خبط على الباب، كان قلقان ومتردد. الباب اتفتح ببطء، طلع منه راجل عجوز لابس جلابية سودا، عينه صفرة زي عيون القطط، ابتسامته غريبة تخوف. وأول ما خرج قال له: أهلا يا زين، كنت مستنيك. زين اترعب: انت عرفت اسمي منين؟ الدجال ضحك ضحكة مكتومة خلت زين يحس برعشة في جسمه كله. أنا عارف عنك كل حاجة يا ابني، عارف إنك جاي تطلب القوة، عايز الناس تخاف منك، صح؟ زين بلع ريقه وهز راسه وقال له: أيوة. الدجال فتح الباب على الآخر وقال له: تعالى جوه، لكن لما تدخل مفيش رجوع. زين دخل بخطوات وهو متردد. المكان كان ضلمة وريحته مش حلوة، في كل ركن شموع سودا مولعة، وعلى الحيطان رسومات غريبة ورموز مرعبة. الدجال راح جاب صندوق خشب صغير، فتحه وطلع منه قطعة قماش سودا ملفوفة، فكها بالراحة وبحرص، وظهر تعويذة صغيرة محفور عليها كلام ما يتقريش. قال له: دي التعويذة اللي هتديك القوة اللي انت عايزها، لكن في مقابل. زين سأله بصوت واطي وهو متردد: مقابل ايه؟ الدجال بصله في عينه مباشرة وقال له: كل ما حد يخاف منك تعويذة بتاخد من عمرك. كل ما تحس بالقوة الظل الأسود هيبدأ يكبر جواك، ولما يجي الوقت هو اللي هيسيطر عليك مش انت. زين ابتدى يخاف أكتر. قال له: يعني ايه الظل الأسود ده؟ الدجال ابتسم: هتعرف في الوقت المناسب. زين مد ايده وخد التعويذة، قلبه كان بيدق بسرعة، وصوت جواه بيقول له: ما تعملش كده، بلاش. لكن هو سكت الصوت ده لأن ألمه كان جواه كان أكبر من كده. من أول يوم زين حط فيه التعويذة في جيبه حياته بدأت تتغير. في المدرسة أول واحد حاول يستهزأ بيه، زين بصله بصة واحدة. فجأة الولد ده وقع على الأرض مرعوب وبيصرخ: الحقوني، الحقوني. بس محدش عارف هو شاف ايه. كل اللي كانوا حواليه اتجمدوا في مكانهم من الرعب. من الوقت ده محدش قدر يقرب من زين تاني، بقى يبصله بخوف ويتجنبوا أي مكان موجود فيه. زين حس بالقوة أخيرا، حس إنه بقى حد ليه اعتبار. لكن كل ما يجي الليل كان يحس بحاجة غريبة جواه. كان بيسمع همسات في ضلمة الأوضة، همسات بتقوله: أنا جاي، أنا قريب. وفي المراية كان بيشوف ظله، لكن الظل ده كان بيتحرك لوحده. مرة شافه بيبتسم له ابتسامة مرعبة رغم إنه هو نفسه ما كانش بيبتسم. مرت أسابيع وزين بقى سيرته ترعب في المدرسة وفي الحي وأي مكان يروحه، لكن جسمه بدأ يضعف،
بقى شكله شاحب وعينه داخلة لجوه، بقى يحس بتعب على طول. كل ما يبص في المراية كان بيلاقي الهالات السوداء تحت عينه بقت أغمق. وفي ليلة صحي زين على صوت غريب، كأن في حد بيمشي في الأوضة. فتح عينه ببطء ولقى ضل واقف في نص الأوضة بيبص له. لكن المرة دي الظل كان ليه شكل واضح، كان شبهه بالظبط، لكن عينه كانت حمرة زي الجمر وابتسامته كانت شريرة ومخيفة. الظل اتكلم بصوت زي زين بالظبط، قال له: أخيرا أخيرا قربت أبقى أنا. زين اتشل من الرعب. أنت مين؟ الظل ضحك: أنت، أنا الجزء اللي بعته الشيطان عشان تبقى قوي. كنت فاكر القوة دي مجانية؟ زين حاول يتحرك لكن ما قدرش، جسمه كله كان مشلول. الظل قرب منه أكتر. كل يوم بتقوى، كل يوم أنا بظهر أكتر، قريب جدا هبقى أنا اللي عايش في جسمك وأنت اللي هتبقى الظل. في اليوم التاني زين جري للساحر وخبط عليه الباب بقوة وهو بيصرخ: خلصني، خلصني من الظل ده بسرعة. الدجال فتح الباب وبصله بحزن مزيف عامل كأنه زعلان عليه. ما ينفعش يا زين، انت قبلت الصفقة. الظل ده دلوقتي جزء منك، والطريقة الوحيدة انك توقفه انك تتخلى عن القوة. زين صرخ: ازاي ازاي؟ الدجال طلع التعويذة الأصلية، قال له: قطعها، ولو قطعتها هترجع زي الأول، ضعيف مهان محدش بيحترمك، لكن على الأقل هتبقى حر. زين خد التعويذة وإيده بتترعش، فضل باصص لها كتير. افتكر الإهانة، افتكر الذل والألم، لكن في نفس الوقت افتكر الظل الأسود، افتكر عينه الحمراء وضحكته المرعبة. رفع إيده وقبل ما يقطعها الظل ظهر ورا الدجال. كان أكبر المرة دي وأقوى وأوضح، وصوته كان بيهز المكان كله. قال له: لو قطعتها هتموت. زين اترعش، لكن في لحظة شجاعة نادرة جاتله قطع التعويذة ورماها في الأرض بكل قوته. التعويذة اتفكت، وفي نفس اللحظة الظل صرخ صرخة مرعبة خلت المكان كله يترج. الشموع كلها انطفت والدجال نفسه اختفى في الهواء. زين وقع على الأرض وجسمه كله بيترعش. بعدها بأيام زين رجع لحياته العادية، رجع ضعيف مهان، رجع المدرسة والكل بقى يستهزأ بيه تاني ويتنمر عليه، لكن هو كان راضي، كان حاسس انه حر. لكن في ليلة تانية وهو قاعد في اوضته حس بحاجة غريبة. بص للمراية لقى الظل بتاعه بيتحرك لوحده تاني. ابتسامة خفيفة ظهرت على وش الظل في المراية، وصوت خافت قال: فاكرني مشيت؟ أنا لسه جواك، أنا لسه جواك يا زين، مستني الوقت المناسب. يا ترى زين فعلا اتخلص من الظل ولا دي كانت مجرد البداية؟ لو عايز تعرف ايه اللي حصل بعد كده اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الجزء التاني من القصة. واسأل نفسك، لو كنت مكان زين كنت هتختار القوة ولا الحرية؟